لقاءنا لهذا اليوم من نشميات رياديات، لقاء اسمه لقاء المفاجآت. حيكون في مفاجآت، حيكون في أشياء جميلة، حيكون في معلومات أيضا جميلة، حيكون في شغل رائع إن شاء الله ينال إعجابكم. وحتى يعني نترك كل شيء لوقته، عن جد الحلقة اليوم بكامل تفاصيلها مفاجآت. خلينا سوا نروح لعند أسد سهى محمد ونشوف شو محضر لنا اليوم. برنامج نشميات رياديات على قناة منور تيوب. وأهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد، لقاء رائع، لقاء جميل راح يجمعنا معكم بالوقت اللي راح نقضيه مع بعض. أيضا راح نقضيه مع الأخت سهى محمد في برنامج نشميات رياديات. هاي الحلقة صدقا مميزة. أولا المميز فيها إنه فيها مفاجآت ما راح أحكيها، فيها مفاجآت ما راح أحكيها. فأهلا وسهلا ست سهى بالحلقة الثانية نشميات رياديات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أهلا فيك. شو اليوم؟ احكي لنا شو اليوم، شو اليوم كله مفاجآت راح إن شاء الله. إن شاء الله اليوم راح تكون حلقة مميزة وراح تعجب الجميع وراح تنال إعجابهم إن شاء الله. راح تكون هاي الحلقة إن شاء الله مميزة. راح تكون هاي الحلقة إهداء مني أنا شخصيا سهى هاني لقناة منور تيوب وللشعب الأردني وللشعب الفلسطيني إن شاء الله، بظل الظروف السائدة في غزة الحبيبة. فحبيت إني أقدمها حلقة، حبيت إني أقدمها للأردن وفلسطين، وإن شاء الله منتجات راح تعجبكم وراح تنال إعجابكم. وخلينا نشوف، خلي المتابعين معنا نشوف. يعني إحنا بدأنا البرنامج هون في هذا المكان. الآن مثل الحلقة السابقة شفتوا كيف جلسنا جلسة ضيافة مع الأخت سهى. الآن إحنا وياكم وسهى وكل من يتابعنا في الأردن، في الوطن العربي وفي العالم، أهلنا في فلسطين، الله يا رب إن شاء الله يكللهم بالنصر، وأيضا الشهداء منهم إلى جنان النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. لكن إحنا يعني تزامنت هذه افتتاح القناة مع هذه يعني الأحداث اللي ما حدا فينا راضي عنها أكيد، واللي كنا يعني نحاول إنه نوقف مع الشعب الفلسطيني باللي نقدر عليه. ويمكن حلقة اليوم هي بمثابة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع أهل غزة، بس بطريقتنا إن شاء الله، بس بطريقتنا. نعم. تمام. نعم. طيب خلينا أنا وياك ست سهى والمتابعين تفضلوا معنا إلى موقع رايحين نقدم فيه منتجنا لليوم. والآن احنا بمكان الإنتاج مثل كل مرة، مثل ما راح نشوف بالحلقات القادمة. طبعا راح يكون مكان الإنتاج مش بس هون، راح يكون في أكثر من مكان. قلنا اليوم حلقة مفاجآت، من أولها لآخرها حلقة مفاجآت. رايحين نشوف الآن المنتجات اللي حتقدمها وشو موضوعها، وراح نشوف المواد الأولية كيف كانت موجودات عادية وكيف صارت منتج ممتاز قابل للتعامل معه، له بهجة، له منظر، له وجود، له استخدام. والحديث معك يا ستي، شو اليوم حضر لنا منتجات؟ مثل ما عودتكم إن شاء الله راح أعمل لكم كل أسبوع منتج جديد. المنتج راح يكون إشي يعني فخر إلنا إن شاء الله لفلسطين. منتجات اليوم إن شاء الله راح تكون إعادة تدوير، وراح تكون إن شاء الله مفاجأة. المفاجأة هاي إن شاء الله راح تكون إهداء مني أنا شخصيا محمد لقناة منور تيوب، وراح تكون كمان إهداء للمملكة الأردنية الهاشمية ولفلسطين الحبيبة في ظل الأحداث اللي صارت في غزة. الله يا رب ينصرهم ويكون معهم. وخلينا نبلش إن شاء الله. أكيد مشاهدينا ومتابعينا تنتظروا معنا شو المنتج اللي حكينا عنه كثير، ويعني شوية خلينا نشوف مع بعض، بلاش نحكي أكثر. نبدأ بالمنتج الأول
بالمواد الأولية 60 تنعرض أول شيء عشان المتابع يكون عارف شو نعم. المادة الموجودة أصلا. نعم. بوليسترين أول شيء راح تكون كلياتها يعني مواد صديقة للبيئة. اليوم راح أستعمل البوليسترين الخام، وراح طبعا هاي المفاجأة الأولى اللي هي خريطة الأردن. راح أستعمل كمان قماش الشورى الأردنية مع القلم عشان أحدد. متابعينا من جديد بأول مفاجأة اللي هي كانت خريطة الأردن، وأنا تركت لكم المجال، يعني أنا عملت لها القاعدة من نفس البوليسترين. يا إما تكتبوا مثلا الأردن أولا، أو نقدر كمان نركب عليها من القماش العربي أو التطريز العربي الأصيل. كمان عملت زي مقلمة خلفية بس مش مبينة، يعني يستفيد منها صاحب المكتب. هي كانت هدية لقناة منور تيوب. والمفاجأة الثانية إن شاء الله راح تكون خريطة فلسطين، إن شاء الله تنال إعجابكم. تركت لكم هون المجال تكتبوا، أو كمان نفس الشيء تحطوا قماش عربي أو تطريز، أو يعني تركت الخيار لكم أنتم متابعينا تشوفوا إيش المناسب وتعملوا. متابعينا كمان حبيت أفرجيكم العقد اللي أنا عملته، اللي أنا هاي لابسيته، اللي هو كان مكوناته كرات زجاجية. طبعا دمجت الخريطتين، خريطة الأردن وخريطة فلسطين، كإكسسوار، ولزقتهم في السيليكون. نقدر كمان نعملهم بالإبرة والخيط. إن شاء الله تكون هاي الأشياء عجبتكم ونالت إعجابكم، وأرجو منكم الدعم، متابعة ولايك وشير، وإن شاء الله إنها تكون نالت إعجابكم. وهيك في لقاء المفاجآت اللي حكينا عنه راح ننهي حلقتنا طبعا من المكتب، واستلمنا الهدايا من سهى أم محمد، خريطة فلسطين وخريطة الأردن الآن على المكتب. وحبيت أنهي الحلقة بهذه الصورة وهذه الهدية الجميلة طبعا الرائعة، وكانت حلقة حلوة كثير. هذه الحلقة اللي حملت شعار رائع: الأردن وفلسطين بلد واحد، شعب واحد، محبة واحدة. طبعا زي ما حكينا وركزنا، تقدر تطلب هذا المنتج من خلال التعليقات على الحلقة، أو من خلال صفحة قشيات غزل على الفيسبوك. إذا حبيتوا تقدروا تعملوا بيتكم كمان. ونشير كمان لنقطة ثانية، إنه إحنا نحاول نقصر الفيديوهات في الفترة الحالية البداية طبعا، وتعرفوا إحنا لسه باردين جديد، ففيديوهاتنا تكون قصيرة ونشتغل بأبسط الإمكانات. ومعي طبعا زميلي عمر شاهر. طبعا أنا وعمر شاهر اثنين من ذوي العقل البصرية، يعني عندنا ضعف بصري بس عم نشتغل مع بعضنا. معنا فقط مصور اللي هو يصور الحلقات من المبصرين، ويعني مش محدد الشخص. فاحنا عم نعمل شيء من البدايات. نتمنى حلقاتنا تعجبكم، واستنونا كل يوم سبت الساعة 8:30 طبعا عبر منور تيوب. راح تكون حلقة نشميات رياضيات، راح نستضيف سهى، أو سهى تستضيف أيضا رياضيات، نشميات، غيرها كمان يكونوا موجودين معنا. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وقضيتم وقتا طيبا، وشكرا على الهدية الرائعة. وفعلا اليوم هو يوم المفاجآت، وكل أيامنا القادمة لكم مفاجآت. في أمان الله.